خطوة خاصة من باريس سان جيرمان لتمديد مقام حكيمي بالفريق. كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن نيته في عدم التخلي عن خدمة الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم المغربي بات أحد ركائز الفريق الباريسي ومن غير الممكن التخلي عن خدمته. وتبعت الصحيفة أن اللاعب حكيمي ستزداد الحاجة إليه خدماته بعد رحيل المحتمل زميله كيليان مبابي عن الفريق الباريسي. وقالت إن الفريق المذكور يسعى لإغراء اللاعب حكيمي بالبقاء في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لاعب المنتخب الوطني المغربي في الفريق. يشار إلى أن النجم المغربي كان قد انتقل إلى الفريق الباريسي خلال صيف 2021 بعقد يمتد حتى صيف 2026. لا يصدق، الاتحاد السعودي يزلزل حمد الله بعقوبة قاسية بسبب واقعة الضرب. أكد الدكتور أيمن الرفاعي الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن المغربي عبد الرزاق حمد الله سيعاقب على شجاره مع أحد مشجعي الهلال السعودي تطبيقا للوائح لجنة الإخلاقيات والانضباط. ودخل حمد الله في نقاش مع أحد جماهير الهلال ليقوم اللاعب برش الماء على المشجع الذي بادر ووجه ضربة لحمد الله بعصا كان يحملها. وتبع الرفاعي في تصريحات لموقع كرة: في حال دون حكم المباراة في تقرير هذه الحادثة فإنه سيعد سلوكا مشينا، وستكون عقوبته إيقاف مباراتين وغرامة 20,000 ريال سعودية. وأضاف: سيتعرض عبد الرزاق حمد الله للإيقاف في أول مباراة رسمية بناء على الإيقاف التلقائي. ووفقا للصحيفة الرياضية السعودية فإن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تنازل عن حقه تجاه المشجع في حادث العصا رسميا أمام الشرطة. وأوضحت الصحيفة أن المشجع أيضا قام بإسقاط أي مطالبة قانونية ضد اللاعب فيما يتبقى الحق العام في الحادث.